السلام عليكم، صحة فطوركم. اليوم جيتكم بوصفة تاع المثوم. مثوم يجي سهل، طبق جزائري معروف. تجي الطريقة تاعو سهلة، انا راح نديرها لكم بطريقتي. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. ويجي ما شاء الله تجي المرقة تاعو تجي خاثرة وبنينة. بالنسبة للمكونات انا عندي كمية من اللحم المفروم. عندي هنايا درت نص حبة عبصل رابيتها، عندي معدنوس، عندي 3 سنينات تاع ثوم. هنا المثوم نعرفوه باللي يجي بالثوم باش يجي الكو تاعو شباب كيما راكم تشوفوا. عندي ملح، فلفل اسود، عندي الكمون اللي لازم في الوصفة هذه، والعكري. هذه هي الوصفه تاع المثوم. هنا البصل هنايا اختياري، انا حبيت نزيدو. هو في الوصفه الاصليه اللي حب يديرو يجي غير بالثوم. كثروا له الثوم باش يجي مليح. انا هنا زدت له شويه تاع بصل، غير شويه ماهيش حاجه، رابيتها، معدنوس، فلفل اسود والملح. عندي العكري والكمون. الكمون لازم في هذه الوصفه. هنا نحاولوا نعجنوهم مليح باش يجيكم مليح. خليته هنا على جنب وجيت للاصوص تاعو. عندي هنايا نص حبه بصل راني قطعتها، راني نقلي فيها بشويه تاع زيت وسمن. ندير لها غير شويه تاع طوماطيش عادي تاع الباطا. وكاين اللي يحب المثوم صوص بيضه، تقدروا ديروه صوص بيضه يجي ثاني ما شاء الله يجي هايل. انا حبيت نديروه بلا صوص حمراء. هنا كل واحد واش يحب، ونمرق ونخليه. هنا بالنسبه للحم تاعي المفروم، انا هنايا حبيت نزيد له شويه تاع بيض. للامانه درت له مورف تاع زيت وعجنته، ودرك درت له غير شويه تاع البيض. هذيك الحبه ما كملتهاش، عجنته مليح وراني نشكل فيه كما راكم تشوفوا كريات. هنايا كاين بزاف اللي يحب يزيد له. هنا دطيت لكم بالوصفه تاعو الاصليه مثوم يجي كيما هكا. كاين اللي يحب يزيد له الخبز مرحي، كل واحد واش يحب يزيد له. انا حبيت نديرو بوصفه الاصليه تاعو. هنا كاين اللي يديروا صوص بيضه وكاين اللي يديروا صوص حمراء. هنا شوفوا على حسب العائله تاعكم اللي يحبوا لا صوص حمراء ولا بيضه. انا حبيت نديرو هكا، نشكلو ونخليه. هنا بعد ما قليت البصل مليح زدت له ملعقه تاع طوماطيش تاع الباطا عادي، فلفل الكحل والملح. زدت له غير رشه خفيفه تاع كمون. هنايا نقلي مليح ونمرق. هنايا راني شكلتهم. انا هنايا راني قليت مليح هذاك البصل والطوماطيش. هنايا درت لهم الماء سخون، كنت مغليه الماء. والحمص ديجا تاعي راني مطيباته من قبل، راني مطيباته في الملح والفلفل الاسود. راني مطيباته باش تجيني الوصفه سهله. هنايا غير يزيد يكمل طيابه مع اللحم ويجي هذاك هو. هنا بعد ما بدات تغلي لي لاصوص تاعي المرقه، رميت هذاك اللحم كيما راكم تشوفوا. نقصت له وخليته يطيب على نار قليله. كيما هكا. هنايا درت له فلفل حار باش يعطي ريحه شابه. وخليت المرقه تاعو حتى تثقل ترجع ثقيله. هذا هو الشكل تاع الطبق تاعي تاع المثوم. درت له رشه تاع معدنوس. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تنساوناش من الاشتراك والجيم اذا عجبكم الفيديو.